اهلا بيكم في تحدي جديد من تحديات بايثون. لو قلت لك تعرف تعمل الشكل ده في 4 سطور بس، عايزك توقف الفيديو وتروح تجرب بنفسك، وبعد ما تجرب تعالى نتأكد مع بعض من الحل. يلا بينا يلا بينا. اول حاجة هنعمل متغير اسميه اللاينز، واحط فيه، نفترض ان احنا خدنا من المستخدم 5، هحط فيه الرقم 5. وبعد كده هعمل فور لوب اي ان الرينج اللاينز، تمام. وبعد كده بعمل برنت. لو تلاحظ في الشكل كل ما بينزل تحت بيتحرك مسافة لناحية اليمين، فده هنعمله عن طريق ان احنا ايه، هنعمل مسافة ونضربها في ايه، الاي. مرة الاي هتبقى بزيرو، تاني مرة هيبقى بواحد فهيتحرك مسافة واحدة، تالت مرة هيبقى باتنين فهيتحرك مسافتين، وهكذا. تمام تمام. وبعد كده هنعمل ايه، هنعمل برضو اند عشان ايه، نعمل برنت هنا ونحط ايه بقى، ونحط النجوم بتاعنا، نحط النجمة. تمام. وبره كده نضرب النجمة ديت في ايه، في عدد الاي. لا، الاي هيجيبها لك مرة بزيرو ومرة بواحد. طب هو ايه، قال لك انا عايز اللاينز كلها، عدد اللاينز كلها. تمام. فانا عندي هنا ال النجمة هتنضرب في الخمسة، في الخمسة دي اللي هو تبقى كام، 5 نجوم. تمام تمام. لو بصيت كده هتلاقي ايه، هتلاقي الشكل اتعمل لك بالشكل ده. تمام تمام. يبقى اتعمل بالشكل ايه ده. طب مثلا لو غيرنا الخمسة دي خليناها 10 مثلا، خلينا 10، هل هيحصل اي مشاكل؟ مش هيحصل اي مشاكل. وجابها لك 10. بيجيب لك المسافة زي ما هي، بيتحرك مسافة واحدة، مسافتين، بعد كده 3، بعد كده 4، بعد كده 5، وهكذا لحد ال10 اما يوصل ل10. تمام تمام. هي ال10 نوت انكلود طبعا، ولكن من 0 ل 9 بيبقى برضو 10. تمام. العدد بيبقى 10 من 0 ل 9. تمام تمام. ويبقى كده خلصت المحاضرة دي. ولو انت مش مشترك في القناة فمستني ايه، روح اشترك عشان تتابع كل فيديو جديد بينزل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.